النهاردة هنتكلم عن موضوع غريب شويتين تلاتة. هنتكلم عن ذكاء الشيطان وازاي بيستعمل طرق وحيل في خداعنا. بس من ضمن الحاجات الحلوة ان في من ضمن الصفات دي لما قعدت فكرت فيها اكتشفت ان احنا لو طبقناها في حياتنا هنوصل للاهداف اللي احنا حاطينها فعلا ونوصل لها بشكل اسرع. ومن اهم الصفات دي واول صفة الاصرار. هو دايما حاطط هدف، الهدف ده ما بيروحش من دماغه، وهو حضرتك ان انت دايما تقع وتبقى معاه في يوم من الايام. ربنا بعيد عنك الشر يعني. بس هو عنده اصرار لهدف معين، الهدف ده هيوصل له كده كده مهما حصل. الهدف قدامه مش هيتغير ومش هيتشتت، ومهما تطلع حاجات جديدة هو مش هيروح تجاه الترند بقى والمشتتات اللي بتحصل. لا، هو في هدف معين هيوصل له مهما حصل. ودي من اهم الصفات بالمناسبة اللي لو بقت عندنا هنوصل في حاجات كتيرة في حياتنا. متخيل انك تصحى كل يوم عشان هدف معين باصرار متناهي ان انا هوصل له، يعني هوصل له، وقعت هقوم. اصلا ما عنديش طريق تاني غير عشان اوصل له. فدي من ضمن الحاجات اللي حلوة قوي لما ركزت فيها. تاني حاجة، لكل هدف خطة ولكل خطة خطوات. في منهجية في الموضوع. الشيطان ما بيشتغلش بطريقة عشوائية ابدا. الشيطان عنده منهجية وترتيب وخطوات واولويات. من ضمن الحاجات الغريبة اللي لما قعدت اتأمل فيها وفكر كده، الاولوية مش بتختلف من شخص للتاني، وهي هدف معين. الهدف ثابت لكن الخطوات بتتغير. دي نفسها اللي احنا بنفضل نقولها في حياتنا. عارف ان انت الهدف ثابت لكن الطريقة اللي بتوصلك للهدف مختلفة. في ناس بتفضل تحكي عن قصة نجاح على السوشيال ميديا، وحد عايز يطبق نفس الخطوات عشان يوصل نفس النتيجة. الغريب ان مش بوصل له، ومش في حاجة بتتكرر، ولا في قصة نجاح ينفع تتعمل مرة تانية. فكل واحد بيكتشف طريقه بطريقته. عشان كده بنقول لكل هدف ليه خطة، ولكل خطة دي ليه خطوات. فأي حلم انت رسمه على الورق من غير ما يكون في خطوات ثابتة ان انت توصل الحلم دوت، هيفضل حلم على الورق وعمرك ما هتوصله. عشان كده لازم من بعد ما تحلم بالفكرة في دماغك تحط الخطوات عشان تحقق الفكرة دي، ولا هتفضل حلم. 3، لكل هدف مدخل مختلف. يعني ايه؟ يعني الطريقة اللي بتنفع مع شخص مش بالضرورة تنفع مع شخص تاني. ودي الفكرة اللي دايما بنقولها، ان انت بتدرس احتياجات الشخص وبتعرف ازاي توصله، بس ليه مدخل. في واحد احتياجه غير احتياج حد تاني، غير الطريقة. في واحد عايز توصله بالمشاعر، في حد تاني بيوصله بالعقل وطريقة التفكير المنطقية. عشان كلنا مختلفين، فبرضه لازم ان المرونة في التفكير يكون مختلفة. انت لازم أن يكون عندك طرق وادوات مختلفة عشان توصل لكل الناس اللي انت عايز توصل لهم. ده بينفعك قوي في شغلك، ان انت عشان توصل لعميل معين محتاج يبقى عندك خطوات. طب العميل محتاج ايه؟ طيب ايه اللي بيضايق العميل والمفروض مكرروش عشان ما يتضايقش؟ ففي مداخل مختلفة زي ما البشر صفاتها مختلفة. عشان كده دي من الصفات المهمة قوي، انك تعرف تدخل لكل واحد بطريقته. والشيطان بيعرف يعمل قوي الحتة دي، لانها بتعرف توصله لمرحلة ان هو بيعرف انت عايز ايه ويدخل لك منه. وعشان كده الشيطان بيعرف يوصل لكل الناس حتى لو كل الناس رفضته. بس معنى ان هو عارف يوصل لكل الناس فدي قوة. في ناس بمجرد بس ما تيجي فكرة في دماغهم هو عارف ان دي من الشيطان ولا لا، ده عارف يدرب حواسه. بس مش شرط كل الناس توصل للمرحلة دي، مرحلة متقدمة قوي. بس لما توصل لها بجد الموضوع بيبقى احلى بكتير. تبقى عارف ان الفكرة دي جايالك عشان ما توصلكش في الطريق اللي انت عايزه، فتعرف ان الطريق ده صح. وفي اوقات تانية فكرة تجيلك من ربنا او ارشاد من ربنا ان نكمل في الطريق دوت، بس انا يا رب مرعوب وخايف من الطريق ده. عشان كده بتجيلك دايما فكرة تزقك، يلا قوم حاول. الطريق ده هو اللي هيوصلك. اصل مش من فراغ جاتلك فكرة ان انت تحلم ان انت في المكان دوت وتبقى عايز توصله بس بتقع. قوم تاني، بتلاقي نفسك مش سامحالك اصلا ان انت تقعد. دايما في حاجة في دماغك بتقولك قوم وتحرك، هنبقى في المكان ده في يوم من الايام. بس لما تصدق الحلم دوت هتوصله فعلا. ودي من الحاجات المهمة قوي في حياتنا، ان انت تصدق في الحلم بتاعك وتحاول تسعى ليه بكل الطرق المختلفة. رقم 4، اختيار الوقت المناسب.
الشيطان ذكي بطريقة لا تتخيلها في ان هو يختار الوقت المناسب، في ان هو يقرب منك او ان هو يبعد. يعني انت طالع من الصلاة وكلك روحانية، يجيلك بالفكرة دلوقتي؟ لا، اصبر عليه شوية لما طاقته دي تروح، لما يبدأ يفكر، يبدأ يحس بفتور من الملل. طب ما هو دلوقتي عارف يختار يقرب لك في الوقت دوت بفكرة ولا لا. وبالمناسبة نفس الفكرة اللي هتجيلك وانت طالع من الصلاة مش هي نفس الفكرة اللي هتجيلك بعد ما تروح بساعة ولا ساعتين. ولو نفس الفكرة جت تأثيرها هيبقى مختلف. في وقت انت هترفض الفكرة اصلا، وفي وقت هتقول طب ما ممكن يبقى كلامه صح، ما نبدأ نناقش الفكرة، نبدأ نسيب له مدخل ان هو يدخل. ودي مصيبة في حد ذاتها، ان انت تبدأ زي ما بيقولوا تتساير معاه، تاخد وتدي. في اوقات ما ينفعش تاخد وتدي، اقفل الباب على طول، لان هو بيعرف يلاقي ارض مشتركه، خلينا متفقين في كده. فان انت فتحت له الباب هيوصل لك، ما هو عارف احتياجك وعارف اولوياتك وعارف خططك وعارف انت نفسك توصل لايه وعارف انت نفسك تحلم بايه. طيب بقول لك ايه، ما تيجي نهدى شويه عشان نشحن جامد ونوصل بكره ونشحن طاقتنا. طب ما هو المفروض في الوقت دوت اخبط جامد. فهو بيعرف يختار الوقت المناسب قوي ان هو يعرف يبعد او يقرب. فانت برضو لازم تعرف تتعلم امتى تبدأ في حاجة معينة، امتى تنهيها، ده مش الوقت المناسب، امتى اتقدم بطلب الترقية، امتى ابدأ مشروع معين. مش كل التوقيتات هتبقى مناسبة. عشان كده التوقيت نص المكسب. فلو عرفت تختاره وعرفت تنفذ في الوقت اللي تحط فيه الخطة، هتبقى وصلت لمرحلة عالية قوي من نص المكسب. لو الطريق ده صح، لو الطريق دوت صح. فدي مهمة جدا. رقم 5 وهي الاستمرارية. الشيطان بيقولوا عليه الزن على الودان امر من السحر. ودي مع الشيطان بالمناسبه ومعانا احنا كبشر، ان هي حد تقعد تزن على ودانه امر بكتير من ان انت تعمل له سحر في حياته، والعياذ بالله يعني. فقصه ان حد يدنيه يزن على حد بيعمل تاثير، فدي بتدل على ان هو مش بيخبط خبطه كبيره ويروح ينام، لا، هو خبطات صغيره بس متراكمه والفترات طويله. دي اللي بنفضل دايما نقولها، احنا محتاجين يبقى عندنا استمرارية، محتاجين ان احنا نعمل حاجة ونحاول ان احنا دايما نسعى فيها ولو بحاجات بسيطة. ويقول لك القليل ويقول لك دايما لازم الحاجات تدنيك تعملها، تستمر عليها. فده كله بيجي منين؟ من حتة اللي انت بتخبط خبطات صغيرة بس المدة طويلة، لانك لو خبطت مرة واحدة هتتعب. ودي مهمة قوي ان انت يبقى عندك استمرارية في الطريق اللي انت فيه. رقم 6 إنجاز المهام فوريا. دلوقتي هنفرض فرضيا كده إن أنت دلوقتي قاعد حزين ومتضايق ومكتئب، ده أنسب وقت الشيطان يدخل لك منه. فاكر لما كنا بيتنمروا علينا في المدرسة؟ طيب فاكر إن دايما كل الناس بنبعت لها ومش بيردوا علينا؟ طيب في إيه يا معلم؟ الموضوع أبسط من كده، أنا مكتئب، أنت جاي تزود لي الحمل ليه؟ طب ما ده الوقت المناسب بتاع الشيطان هو يدخل لك. عشان كده في حاجات لازم تضرب عليها والحديد سخن، لان لو الحديد برد انت مش هتعرف تشكله بعد كده. ففي حاجات الشيطان شاطر فيها قوي ان هو يعملها فوريا مش بيراقب. دلوقتي انا عندي شغل، لو فرضنا ان هو عنده، هنقول التاسكات بتاعت الشيطان، ان هو عنده شغل في شخص 2 3، هاجي لك انت مش فاضي، او انت حالتك النفسيه ما تسمحش، او انت قوي دلوقتي فما ينفعش اروح للشخص دوت، اروح للشخص ده. اهو اختار الوقت المناسب. طيب هو شغال؟ طبعا في كل وقت شغال، وعمال يشتغل مع كل الناس ويجيب ده افكار وكل الطرق مختلفه. فتلاقي في ترابط كده ما بين كل الصفات مع بعض، ان هو عنده اصرار ان هو دايما يوقعك، فيختار لك الوقت المناسب، فيخبط فيك خبطات بسيطه لمده زمنيه طويله، فيبدا ان هو الحاجات البسيطه دي تبدا تاثر عليك، فيبدا يختار وقت تاني ان هو يبعد بعيد عنك. فتبدا تحس ان في تشتت في حياتك وانت مش عارف تحط الاولويات ليه. كل الصفات اللي المفروض هناخدها عندنا اللي هي عنده وحشه بيستعملها معانا بطريقه مش كويسه. عشان كده هو شاطر في شغله، مما لا شك فيه، شيطان شاطر في اللي هو بيعمل وفي الخطط اللي هو بيحطها. دي حاجة ما ينفعش ان احنا ننكرها. ده هو بيقدر يوقع ناس كتير عشان بس الناس دي مش فاهمة مداخله. عشان كده احنا بنحاول نتكلم ونوسع
المساحة اللي احنا نتكلم فيها في الموضوع ده بالذات، لأنه هو شاطر في اللي بيعمله. طيب ما ناخد الصفات اللي هو بيعمل بيها دي وناخدها في حياتنا عشان نحقق بيها أولوياتنا ونبعد بعيد عنه أصلا. فدي من الحاجات المهمة اللي كنا بسببها عملنا السكريبت ده. رقم 7، تحديد الهدف، الوقت والشخص والنتيجة. يعني ايه؟ هو بيختار الوقت المناسب للشخص المناسب والمكان المناسب، وحاطط نتيجة معينة هو عايزها. طيب النتيجة دي لو ما جاتش يا باشا نجرب تاني، يا باشا نحط خطة تانية، هي الدنيا هتطير. الشخص كده كده حياته مستمر، والشيطان كده كده برضو الخطط اللي بيحطها مستمر. فأكتر حاجة تحمي نفسك بيها منه إن أنت تعرف الخطط دي وتبدأ تحط حاجات تدافع بيها عن نفسك، لأن هو هيدنيه مستمر بطريقة لا تتخيلها، في إصرار تجاهك أنت. فلا إما أنت هتشغل نفسك بعيد عنه، لا إما أنت هتبعد بعيد عن دماغك وما تعملش اللي عليك، فهو يلاقي كمية مداخل بالهبل يدخل لك منه. فدي من الحاجات المهمة قوي، إنك تحدد الهدف، الوقت والحاجة اللي أنت عايزها والنتيجة اللي أنت عايز توصل لها مهمة قوي. فلازم أن تركز على التلاتة. رقم 8، الجماعة للهدف. يعني ايه؟ تتخيل ان الشيطان ما عندوش فردانية؟ يعني ما عندوش انا المفروض اعمل، انا اللي شايف صح الباقي كله غلط. يا باشا مفيش كده. الشيطان وكل اعوانه هدفهم حاجة واحدة، هو اسقاطك انت. حلو. فالشيطان رقم 1 او الشيطان رقم 2 وقعك مش مهم، المهم اللي حضرتك وقعت. طيب ده احنا ناخدها ازاي في حياتنا؟ دلوقتي حضرتك انت وفريقك لما تلاقي كل واحد في منافسة ما بينكم وما بين بعض على الهدف، هنا بيبدأ الخلل ما بين التيم. لكن تخيل بقى عند الشياطين كلهم بيشتغلوا في هيئة تيم واحد وفي هيئة مجموعة منظمة لطريقة ودرجة لا تتخيلها عشان حضرتك متبقاش كويس. فتلاقي وانت مكتئب شيطان اليأس دخل عليك، تلاقي شيطان الذكريات القديمة دخل عليك، تلاقي شيطان دخل عليك بأفكار عمرك ما جت في دماغك بس هي حاجة دلوقتي واحد. هم بيشقطوك لبعض ليه؟ مش الهدف ان هو واحد يتميز على التاني، الهدف ان احنا نوصل لهدف معين احنا حاطينه وهو حضرتك. عشان كده انت لو عندك تيم لازم أن يبقى التيم كله في انسجام وتمازج ان هو يوصل للهدف، وما ينفعش يكون في منافسة ما بين التيم. مش قصدي المنافسة البناءة ان كل واحد عايز يبرز قوته وشطارته، ده كويس، بس لما يتحول الهدف هو ان احنا نبقى مميزين هنا بيحصل خلل شوية. فعشان كده لازم نخلي بالنا منها النقطة دي. رقم 9، بيعرف يلعب على احتياجاتك، بين قوسين ده فهم السوق. يعني ايه؟ دلوقتي انت نازل شغل لازم تعرف السوق ده محتاج ايه. لما تعرف هو محتاج ايه وتديله اللي هو عايزه بتعرف تكسب الوظيفة او الشغلانة او الشخص اللي انت عايزه. الشيطان بيعمل معانا برضو كده، بيفهم احتياجاتك ويديها لك فيكسبك انت كشخص لفترة طويلة انك ما تبقاش عندك توبة ولا ترجع لربنا. هو لعب على حاجة واحدة، على احتياجك. عشان كده فهم احتياجات الناس اللي حواليك بيساعد كتير قوي عليك انك تعرف تساعدهم وتوصل لهم. عشان كده دي من الحاجات المهمة انك تعرف احتياجات الشخص اللي انت عايز تساعده. ورقم 10 واخر حاجة وتعتبر اهم حاجة لان كلهم مهمين بس دي مهمة لدرجة بالنسبة لي كبيرة، الشيطان يكمن في التفاصيل. الشيطان موجود في اي تفاصيل صغيرة، وهو دي الحاجات البسيطة اللي بيعرف يدخل لنا منها. عشان كده اي حاجة انت بتحاول تعملها حاول حتى الفراغات البسيطة تملاها، لان ممكن ده يفرق ما بين شخص والتاني في التفاصيل البسيطة دي، لاننا كلنا بنتكاسل عنها ان احنا نعملها. عشان كده من اهم الحاجات اللي لازم تركز فيها في حياتك التفاصيل البسيطة اللي مبوظ عليك حياتك. لو عرفت ايه هي وازاي تعالجها بنسبة كبيرة هتعرف تمشي للحاجة اللي انت عايزها اسرع، لان بنسبة كبيرة انت مش عارف توصل لها بسبب مثلا ميعاد النوم المتأخر. مثلا في شخص بكلمه قبل ما انام فيدني ارغي معاه للصبح وانام متاخر ويومي التاني يبوظ ومفيش خطه للاسبوع ومفيش خطه لبكره ومفيش اي حاجه في اي حاجه بسبب شخص. بس انا ممكن اتكلم الشخص ده عادي بس مش حبكت قبل ما انام، دي مهم.
وأخيرا، لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت. لازما تكون حاطط في بالك إن أي حاجة أنت عايزها هي ليها وقت في المستقبل هتتم فيه. عشان كده لازما تبذل السبب دلوقتي عشان توصل الحاجة اللي أنت عايزها. وافتكر إن أنت لو وصلت لوحدك بدون ربنا مش هتحس بطعم الرحلة ولا هتحس بطعم الوصول. ربنا لو مش جزء من الخطة، الخطة ملهاش أي لازمة. بس كده، سلام.